الله عز وجل إيش قال؟ وسنكررها حتى نفهمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قراءة سورة الكهف كل جمعة. ليش؟ كل جمعة، مو كل شهر، كل جمعة. ليش؟ لأن فيها تأديب، فيها دروس تخليك تفعل شيء تذوق طعم الإيمان. أن ترضى بأقدار الله عز وجل، اقرأ سورة الكهف، فيها دروس تخليك والله ترضى، لأنك لن تذوق طعم الإيمان حتى ترضى. طيب تعال، أنا كيف أرضى وأنا جايني شيء يكره؟ نقول يا أخي الغالي ويا أختي الغالية إن ما نعرف أصلا وين الشر وين الخير، فترضى أحسن لك. وبعلمك إيش لك إذا رضيت بنص كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كسبان. يعني في ناس تجي قضاء مر ثم يبدأ يتسخط، وأنا ايش سويت يا ربي، وهو مسوي الكفت ويحس إنه ما سوى شيء، إنه مساكين صح مسوين بلاوي، ويقول ايش سويت؟ ها؟ ففي ناس إذا ذاق مر ويتجزع، بعدين هو طيب ما هو كسبان، جاي شيء أسوأ منه، ومن سخط فعليه السخط. طيب كيف أنا أعيش حياة أحسن من اللي راحت من الآن من اليوم؟ والله سأعطيك وصفة نبوية من النبي عليه الصلاة والسلام كيف تذوق طعم الإيمان، وكيف تغير حياتك وتصير كسبان كسبان كسبان. كيف نرضى؟ سورة الكهف يا جماعة يقول الله عز وجل: المال وإيش؟ والبنون. إيش فيهم؟ ما قال خير، صح؟ قال زينة. ليه قال زينة؟ لأن الناس يرون اللي ما عنده مال هذا مسكين، هذا في شر، واللي عنده مال هذا في خير، صح؟ واللي عنده بنون هذا بطل، واللي ما عنده بنون مسكين، صح؟ قال المال والبنون. شوف الدرس في كل جمعة ناخذه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. شوف تفصيل القرآن، يقول ترى هذا زين بس هنا. الله أكبر. ايش قال بعدها؟ والباقيات الصالحات. ايش فيها؟ ما قال زينة، ايش قال؟ خير. وين؟ في الدنيا عند ربك. في الآخرة يعني، ولا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة. الآن بتشوفها بكتاب الله في سورة الكهف الآن: خير عند ربك ثوابا، يعني الآن، وخير أملا. أمل وين؟ مستقبل في حياتك ومماتك وفي يوم العرض، الين أسأل الله يدخلك الجنة. 3 أشياء، صح؟ والله درس يعني درس. ثم ذكر لك هذه الأشياء كلها في قصة بنفس الترتيب، نفس الترتيب. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، مال عالم قاعد التاجر. والثاني بنون، حتى إذا لقي غلاما فقتله. والثالثة وكان أبوهما صالحا. مال، بنون، باقيات صالحات. أول ما ركب في السفينة جالسين على الشاطئ، مرت سفينة، وكل ما مرت سفينة تركتهم، مرت سفينة وقالت لموسى والخضر عليهما السلام: اصعدا معنا بالمجان. وصلوهم من مكان إلى مكان، وهم في السفينة أخذ الخضر يمسك لوح السفينة ويخلعه من مكان. لو كنا معاش بنقول والله كلنا كيف. عشان كذا موسى عليه السلام على طول قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. بغى ينجن موسى عليه السلام، موصلين بالمجان، لأن موسى يرى أن الأمر هذا خير ولا شر؟ شر، صح؟ ما أتحداك من الآن لين تموت تلقى فيه 1% إنه خير، صح؟ شوف تأديب الله لنا كيف. فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. مشوا، وموسى قلبه منقطع على اللوح،
متقطع موسى على اللوح، كيف يقطع؟ صح؟ ثم هم يمشون، تخيل حين يمشون وياك نلقى شباب يلعبون في الحديقة هنا، ثم فجأة كذا انسليت من بينكم ومسكت واحد من الأطفال وسدحته في الأرض، قعدت أحرك لين قطعت رأسه، ثم رميته ورحت. بغى ينهب موسى عليه السلام، هو منقطع قلبه على لوح، فكيف روح؟ قال أقتلت نفسا، حتى موسى بغى ينجن يحسب، يقول مو هذا اللي موصيني الله عليه، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بغى ينجن موسى عليه السلام، وين الخير؟ ما مستحيل يكون في خير تقتل ولد، صح؟ ثم جو عند أهل القرية، طقوا الباب، ضيفونا، يلا سكر الباب، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، يلا ما نضيفكم. وهم طالعين في جدار ما سقط، يريد أن ينقض بيطيح، إلا الخضر يشمر على يديه وموسى يطالع فيه، أخذ راح صلح الجدار وضبطه، بغى ينهب موسى عليه السلام. قال سبحان الله، الناس اللي موصلين بلاش تخرج سفينتهم، والطفل اللي ما سوى شيء تروح تذبحه، واللي يطردونه تروح تصلح جدار عندهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل خلهم يعطونك فلوس. قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى عليه السلام، لو أنه صبر حتى يجينا أشياء. أما السفينة الآن في عقلي وعقلك إن الشر صح، كلها شر ما فيها خير. كم مرة خربت سيارتك؟ خرقت، كم مرة جاءها حادث؟ لا تنسى صوت الكهف. قال أما السفينة فكانت، الواحد يقرأ ولا يسمع الآية يقول أكيد كانت لمجرمين، عشان كذا الله جعلها تخرق. مساكين يا جماعة، احنا مساكين ما نفهم القرآن نمشي، لأن عندنا فكرة أن من أعطاها الله في الدنيا هذا يحبها الله، واللي ما أخذ منه اللي أخذ منه لا هذا يكره ربي. لا، قال أما السفينة فكانت، وبعد مساكين، والله لو ما كانت لمساكين ما رضينا، وشلون بعد لمساكين؟ شفت شلون أحيانا تقول فلان مسكين الفقير ذا وفي سرطان، لا إله مسكين، والله أنت المسكين. شوف لمساكين عشان يبغى الله يحرك قلبك إنه ترى حتى وإن كان مسكين وابتليته. قال وكان وراءهم، إيش يعني وراءهم؟ أمامهم. لما تقول وراء مشوار خلص الباقي باقي، يقول وراءهم ملك. شوف الله سبحانه يحب أصحاب السفينة ذولي، يقول وراءهم ملك يأخذ السفن ولا شوف كل حرف في القرآن له طعم. يقول لك ترى الملك هذا متخصص، ويا ليته يأخذ السفن كذا، لا، يأخذ كل سفينة وغصبا. يعني في ناس مثلا قوي يقول لك طلع الساعة اللي في يدك، تقول ليش؟ قال أقول لك طلعها بس. تقول طيب ليش؟ يقول لك خلاص هاتها. طيب رجع ساعتي، يقول لك لو سمحت تفضل ما أعطيك. يعني هذا صح إنه مجرم بس محترم، صح؟ يعني على الأقل قال لا، لكن في ناس يأخذها وغصبا، يلا توكل عليه يلا طير، صح؟ فهذا الملك بالطريقة هذه يعني يقهرك، يأخذ السفينة كلها وغصبا. السفينة هذه الوحيدة اللي ما أخذت ولا غصب أهلها. سبحان الله الملك. في خير الحين، في خير، كل خير. كل السفن أصحابها يترجون الملك، تكفى عطناها يلا غصب. السفينة هذه ولا أحد كلمهم ولا شيء، صلحوا اللوح ولم يرجع إلا السفينة هذه. فهمت الدرس؟ يؤخرك الله أحيانا ويخلي الخطيب الأول يروح والثاني والثالث، لأنه يبغى لك واحد بعد 5 سنوات أحسن منهم كلهم. يؤخرك الله عن وظيفة أحيانا. ولاحظ حبيبي الغالي، ترى واللوح مخروق
ترى هم شغالين، يعني بالضبط زي حالتنا الآن، تلقاك تعبان وخوياك سبقوك، والله هو يريد الخير لك، لكن انتظر، يريد يعوضك. وأما الغلام، هذا عاد ما له تفسير. وأما الغلام فكان أبواه أكيد كافرين مجرمين، عشان كذا الله فجع قلب أهله عليه. لا، كان أبواه مؤمنين، يعني مؤمنين. طيب يا ربي مؤمنين تفجع؟ يقول الله فخشينا أن يرهقهما، يقول والله لو ما قتل إن يكونون في إرهاق ليل نهار، بيروح يدمن مخدرات وبيبهذل لهم وبيكسر البيت وبيبهذل أخوانه. قال يرهقهما طغيانا وكفرا. قال ابن عباس سيكفر وهو والأم والوالد ويخلدون في جهنم جميعا. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما إيش؟ خير. يعني القتل ذيك خير، خير، مع أنك تشوفها شر. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هو الأعلم سبحانه. بدل حياة الإرهاق والتعب وفي الأخير في النار، ريحهم الله عز وجل. قال أهل التفسير، من أهل التفسير من قال ما أعظم الله، يقول فرح بمولده يوم أن جاء، وحزن لمقتله يوم أن قتل، ولو عاش لكان على يده هلاكهما. سبحان الله. طيب وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. هذه كلها تعريفية. قال وكان أبوهما صالحا. فمن اللي أراد؟ إذا فهمت القرآن ما عاد تغلط بإذن الله. من اللي أراد؟ أردت ولا أردنا ولا أراد ربك؟ ليش أراد ربك؟ لأن الباقيات الصالحات خير عند ربك. فهذه ما يملكها إلا الله. الأولى أردت لأن الشر ليس إلى الله، والثانية أردنا الخير مطلوب. لكن الأخيرة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة. كل الأفعال يقتل ولد ويفجع أهل عليه رحمة، وهذه رحمة وكلها رحمة. طيب تعال يا حبيبي الغالي، تعرف أن كل الأمور الثلاثة التي أنكرها موسى عليه السلام كلها فعلها موسى ولا ما تدري؟ موسى عليه السلام يقول أخرقتها لي تغرق أهلها. يا موسى عليك السلام تخاف على ناس بحارة، ناس راعين بحر، تخاف عليهم يغرقون، ونسيت أنك يوم من الأيام كنت رضيع لا بحار ولا تعرف البحر، وكنت في تابوت وما أغرقناك. لكن السفينة كان وراءهم ملك، وأنت كان وراءك فرعون ينتظرك على الشاطئ، ورجعناك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وهم بعد رجعوا قرت عينهم. ما أعظم الله. الثانية وأنت يا موسى تنكر عليه أن قتل، وأنت وكزه موسى فقضى عليه وقتلت نفس فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الثالثة أنكر موسى عليه أنه يفعل فعل وما يأخذ عليه أجرا. طيب وأنت يا موسى ألم تسقي الفتاتين وما أخذت أجر؟ سبحان الله. يقدر الله لك شيء لا تحكم عليه بعقلك. إذا بدأت تنظر للأمور بمعيار القرآن بتحس أنك راضي، لأن وراء كل شر والله قد يكون خير. فتلقاك تتعامل بالأمور نعم هو أخرني مثل ما أخر أهل السفينة عشان يعطيني، فتصير ملتجئ لله عز وجل وتقول اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها يا رب اجعل، وانت ساجد جايتك مصيبة يا رب إني راضي عنك فارض عني، يا ربي اجعل كل قضاء قضيته علي خيرا، اللهم أحسن عاقبتي في الأمور
كلها. عشان كذا حبيب الغالي ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله لا يضرني على أي حال أصبحت، على ما يسوءني أو على ما يسعدني. يعني يقول لو جيتني الصباح وقلت لي أبشرك صفقة المساهمات حقتك كسبت 1,000,000، أو قلت لي خسرت 1,000,000، يقول والله ما يضيق صدري هذا. ليش؟ قال لأني لا أعلم أين الخير. يمكن أني أخسر ه1,000,000 ويعوضني ربي لذة سجدة واحدة ترفع قدري في الفردوس الأعلى، إني أقول يا رب إني فقير إليك. وممكن أخذ ه1,000,000 وأفري في خلق الله عز وجل وأصرفها وأبعد عن ربي في النار 70 خريف. فيقول أنا ما أدري، يمكنني أفرح مولود الآن ويصير على يده هلاكي، ويمكن أني ما أحرم من الولد ويطهرني الله عز وجل بهالبلاء